معا تيسير ربع. أهلا وسهلا فيك. هلا فيك يا حبيبي، الله يسعدك. معا، لا أحكي لك شيء أنا دائما بحكي لكل ضيف بيطلع معي، إنه أنت يعني فيني أو أنا شو ما عم بحكي أنت فيك تقاطعني لأنه أنت اللي جاي تحكي. اوكي، مش عندي مشكلة. انا شخص بحب اقاطع بالحياة يعني اساسا يعني. بدك تقاطعني ولما بدك تقاطعني أكيد يكون في خلاف أنت قاطعتني عليه، ومثل ما يقول أحمد لطفي، الخلاف لا يفسد للود قضية. ان شاء الله ما بصير خلاف. انا معاك وانت امورك طيبة، ما تقلقش. ما حيكون في ان خلاف. شاء الله. هلا اول شغله بدي اسالك اياها، انه معا بعيد عن الشهره، مين معا وشو معا؟ طيب، في البداية تحية لك وتحية لكل شخص قاعد بيشوفنا حاليا. معا ابن فلسطين، ابن محافظة الخليل وبالتحديدا ابن مدينة يطا. آه ما بدناش ندخل تفاصيل زيادة بالعمر والأمور هاي، بس بدنا نحكي بشكل عام. مع اللي نشأ في عيلة متوسطة الدخل، يعني كانت الأمور مش واو، والحمد لله كانت الأمور مستورة، خلينا نحكي، وقدرنا نعيش يعني الحمد لله. مش كل إشي كان متوفر، لأنه كان الوضع بشكل عام مش بس عندنا، يعني عند الأغلب كان الوضع شوي صعب. أه لربما هاي الحياة أو هاي الظروف اللي كانت البداية هي اللي ساعدتني شخصيا، أو على المستوى الشخصي بنت شخصيتي، أو ساعدتني إني أكون شخص قادر يتحمل فيما بعد، وقادر يصبر، وقادر يستنى، وقادر. مع أن اللي بلش يغني من سن 5 6 سنين بالروضة وبالمدرسة، أغاني المدرسة وأغاني الروضة والأغاني. حتى على مستوى المدرسي كنت أشارك في مسابقات غنائية وما إلى ذلك، آه، لحد صف سابع ثامن. تقدر تقول توقفت شوي لأنه توقفت النشاطات. بهذه الفترة ما كنت أنا بشوف قديش في معالم إلي يعني. كان في اقبال من المدرسه او الطلاب، او انه لما انت تطلع تغني هو كان ما حدا غير يغني يعني، خلص حدا بده يغني معا، خلص. سواء اغاني وطنيه او اغاني المدرسه او حتى على مستوى، انا كان في على مستوى مثلا المديريه تبعت المنطقه، انا كنت اطلع اشارك باسم المدرسه في مسابقات الغناء الفردي، وكنت اجيب دائما المركز الاول. حتى اليوم بتروح على مدرستي اللي انا يعني كثير مبسوط اني درست فيها، مدرسه الانصار. بتروح على المدرسة لليوم، بتفوت على المدرسة بتلاقي في لوحة هيك، لوحة شرف موجود فيها يمكن 6 7 شهادات تقدير. المركز الأول في الغناء الفردي مع الربع، المركز الأول في الغناء الفردي مع الربع. فهلا اليوم موجودة، هي لليوم في مدرستي موجودة. فهي كانت دفعة بدائية منيحة. بعدين صارت البيئة أكثر، الدائرة اللي كانت مسموحة إلي صارت ضيق أكثر يعني. ما صرت أحس، أنا كمان على مستوى الشخص صرت أوعى شوي. ما صرت أحس أنا شو بدي لسه. أنا بشوف أنا طيب أنا بدي أغني، ولا هذا الإشي بس كان إشي عفوي أنا بدي أستمر، ولا بس كان إشي خلص بس نشاط وأنا مارسته. ما كنت محدد معالم أنا شو بدي. بدك تعرف انت وأنا كنت في هوايه مرحلة، ولا؟ صحيح أنا كنت في مرحلة تطور ايش العلمي يعني. انا في مرحله لسه، انا كنت صف تاسع بدي اطلع العاشر، بعديها اعرف انا بدي اروح علمي ولا ادبي. وانا كنت شاطر بالمدرسه يعني، وانا درست علمي بتوجيهي كمان. فانا حتى وانا في المدرسه مش عارف انا بدي ادرس هندسي، بدي اغني، كانت ملامح حياتي المستقبليه معدومه نهائيا. كنت مخربط كثير. بس انا قدرت انه وقتها بتذكر في هذاك الوقت انه بدي اغني مع اني عارف انه المستقبل كان صعب في الموضوع هذا. رح نحكي عن الأسباب. كنت شايفه إشي مستحيل، بس بديش أدرس. يعني أنا كنت شاطر بالمدرسة، بس نهائيا مش متخيل حالي في الجامعة. أنت متخيل يعني أنا شاب درس علمي ومعدله عالي وشاطر وكل شيء تمام، بس مش متخيل حالي بالجامعة نهائيا، ولا إلي أي حلم، ولا إلي متخيل حالي دكتور أو مهندس أو حتى محاسب أو أي شيء. ما بدك انت توصل لهديك، انت برايك بهداك الايام انا بدي اكون مغني وبس؟ أنا كنت بدي أكون مغني، بس شايف في عقبة جاي بالطريق مستحيلي. انا كنت مستبعد اني اكون
اي شيء ثاني غير انا مغني. مش قادر، مش محضر حالي نفسيا لدرجه اني انا خلصت توجيهي وانا بدرس توجيهي عارف حالي بدي انجح بس عشان اهلي وعشان اني انا ما ضيعتش المرحله الثانويه على الفاضي يعني. ما كانش عندي انا معالم مستقبليه لعلميا يعني شو اني ادرس نهائيا. يعني بحكيها صراحه، انا اول مره بحكيها نهائيا قدرت اكون شاطر. ما كانش متخيل انه انا يعني حتى اصحابي بالمدرسه يعني انه بدي انا اصير كذا، بدي اصير كذا، بدي اصير كذا. انا عمري ما جاوبت ايش بدك تصير لما تكبر، عمري ما جاوبت، عمري ما جاوبت، لاني ما كنتش عارف شو بدي اصير اساسا يعني. كان لاني كان بدي حتى على مستوى اني انا كنت بدي اصير مغني مثلا، كان بالوقت اللي انا كنت فيه لما انسى شو بدك تصير لما تكبر، كنت احس عيب اقول ان انا بدي اصير مغني. ببالك مغني بس او انا كنت احس فنان بس. غيب. طب الاستاذ بده يقول طب هذا من الاوائل على الصف مثلا او شاطر ومغني، وكانت انا في بيئه صعب انك انت يمكن انا لما صرت مغني في البلد كلها ما كانش مغنيين خلينا نحكي بارزين، فانا كسرت قواعدي. في كثير اسباب راح نحكي فيها ان شاء الله. هلا انت ما كملت دراسة ولا شو؟ توجيهي قبل ما دخلت جامعة؟ دخلت جامعه، بتذكر فصل دخلت جامعه بس لانه بعد توجيهي لسه مش محدد ملامح حياتي. ففي صديق إلي كان معي بتوجيهي وهو جاري يعني، فهو أصر، هو كان بده يروح على الجامعة برضه عشان يضيع وقت، فحكى لي نروح نضيع وقت مع بعض والجامعة بنفس المدينة يعني. فأنا رحت حتى رحت درست تخصص ما إلوش خص نهائيا بالله درسته. أنا درست محاسبي وأنا درست علمي يعني. أنا لليوم لو يرجع فيه الزمن بدرسش علمي، بروح أدرس تجاري، لأنه الطلاب التجاري كانوا مقضينها ما شاء الله سري مري رايحين جايين. وأنا غلبت حالي ودرست وتعبت والله بالتوجيهي وبس على الفاضي، لأني كنت عارف ما بعرف شو اللي جبرني ورحت بس خلص مشيت. فرحنا درسنا فصل لا أذكر إني فتحت كتاب كمان خلصت الفصل. أنا لما رحت سجلت بالجامعة قلت لهم هي وراقي فصل، وبعديها طردوني الجامعة، أنا مش مكمل الفصل بس بدي أعيش الشعور مع صاحبي وأروح أنا. وبعدها خلص فعليا فصل محاسبي، وبعدها وما رسبت فيه كمان يعني، وما فتحت ولا كتاب وما رسبت فيه، بس خلص بعديها خلص يعني ما لا كانش في عندي طموح إني أنا أكمل. طيب الأهل بعد ما عرفوا أو حكيت لهم بدك تترك الجامعة، وبتعرف أنت الأهل الدراسة عندهم خط أحمر. شوف أنا أهلي بما إني كنت شاطر بالمدرسة، أهلي اهتموا فيه، كانوا مهتمين أهلي وأنا كنت أدرس في مدرسة خاصة يعني، لأنه أبوي كان كمان يشتغل فيها. درست مدرسة خاصة بأحسن مدرسة عندنا في البلد، مع إنه كان قديش ظرفنا كان صعب. درست في مدرسة خاصة وأنا كنت أحب مدرستي جدا يعني. تخيل أنا كنت من الناس اللي بستنى ثاني يوم الصبح بدي أصحى من النوم عشان أروح على المدرسة وأشوف أصحابي، لأنه كان الجو بالنسبة لي مثالي. أنا كنت مبسوط بالمدرسة صراحة. أنا درست فيها للصف التاسع لأنه ما كان فيها عاشر. على العاشر رحت على مدرسة حكومية ومدرسة يعني خلينا هيك شعبية أكثر يعني، أو مدرسة. ورحت بهذه المدرسة تشتتت يعني، حتى لو كان عندي طموح إني أدرس إشي تشتتت الأمور. درست فيها عاشر وأول ثانوي وتوجيهي، اللي هو أول ثانوي وثاني ثانوي، اللي هم آخر 3 مراحل درست فيها. بالعاشر جبت معدل منيح. حسب المرحلة هاي بلشت أنا شخصيتي تنبني أصلا يعني. صح أهلك بيضلوا، بس أنا أهلي بلشوا يحسوا إنه أنا خلص بلشت أخذ الزاوية لحالي بالحياة. بالاول ثانوي هي كانت الكارثه معدلي، وانا يعني والتهيت مع اصحابي ودنيا وهيك. نزل معدلي كثير بالاول ثانوي، نزل كثير معدلي. فبلشت انا قلت انا خلص ما راح ادرس جامعه، فبدي ابلش اعطي لاهلي ابلش attention. ايوه اعطيهم شوي. فعلى السريع نزلت معلم هيك نزلت. فاهلي بلشوا فبالتوجيهي بس انجح مشان الله، فانا جبت معدل منيح بتوجيهي فكان تمام. اللي ما تدخلوا بعدين في حياتي، لانه كان اساسا حتى لو درس جامعه إشي كان شوي وضعنا صعب، فكنت بدي اعتمد على حالي اكثر وما بدي اخلي اهلي يتكلفوا. بس كانت في ظروف كثيره يعني موجوده بالعيله وبالحياه. فما هي اللي خلص يعني حياتك وتكملها. واهم شيء كان عندنا ننجح توجيه. اعطيك معلومه يعني للي ما بيعرفها، عندنا في فلسطين اكيد في اغلب المناطق بس فلسطين بالذات فرحه التوجيهي يعني لسه توازي اذا مش اكثر من فرحه الزواج. تخيل انت يعني انت لما تنجح توجيهي راح تحس بفرحه اكثر من انك تزوجت او اي فرحه ثانيه نهائيا، لانه انتكاستها مخيفه. تعرف البورصه بتوجيهي عندنا
سيبك من عالم انت من جوا بتنتكس. حتى لو كنت انت شخص مش ناوي انك تدرس مش ناوي انك تنجح توجيهي. بيحكوا الدراسة بشكل عام اللي هي أوليتها بسوريا بسموها البكالوريا اللي هي التوجيهي. توجيهي. هي فرح حياة لحال مختلفة. انجح توجيهي وما تعمل اشي بعدين. الأهل ما حكوا شيء لا إيجابيين. تماما. يعني هم ما كانوا معرضين اي فكره انا بدي اسويها مثلا بالنسبه للجامعه، يعني بدي ادرس او ما بدي ادرس. انا بعدها درست الفصل وكانوا يعرفوا انه ما راح اكمله. بعدها رحت اشتغلت، يعني انا بعدها انجبرت اني اشتغل خلص. انت هون مانك داخل بمجال الفن، يعني انت بعدك. انا حتى فلتت اني افكر بالفن بيني وبين حالي. اغني من صف ثامن، بتحكي عن عمر 14 سنه. 14 سنه انا فلت اغني، ما حطيت براسي اغني حتى لحد التوجيهي اللي هو اخر إشي. بالتوجيهي بلشت انا، طب انا شو بدي؟ انا بدي اغني، كيف بدي ابلش؟ بتذكر اول فرصه انا صنعتها لنفسي كانت وانا بالتوجيهي. كان عندنا في فريق كره القدم المحلي، فريق مدينتي، فريق يطا، كان بده يطلع الاحتراف، ففي نشاط في البلد وهيك. فرحت بتذكر وقتها على حسابي الشخصي انا عملت لهم اغنيه اول مره. السنه اللي بعدها هم تكفلوا بالاغنيه، عملت اغنيه كانت بدي اول اغنيه لي. فالناس بلشت اجذب اول شريحه من المجتمع اللي هم اللي حواليك. يعني كان اول اهلك يعرفوا. هسه الناس اللي في البلد بغض النظر عن ردة الفعل اللي صارت بهذيك الفتره الكارثيه ولكن عملت اشي حلو انا كنت راضي عنه. وكانت بالنسبه لي بدايه انه انا ابلش اصنع في كيان مع الربع، في شو مع الربع. طيب كلام الناس اللي حينحكى او انحكى بهذاك الزمن انه مين هاد وليش هذا اللي عم بيغني. شوف انا كشخص شوي عاطفي صراحه. يعني بجوز مؤخرا مع الصدمات اللي بتصير معك في الحياه، مع التجارب، قدرت تضبط نفسك. بس انا بتذكر يعني كنت وانا صغير يعني كمان اي حدا يحكي لي كلمه تلاقيني على السريع عيطت يعني جدا. هسا انا عندي الوالده هيك، فانا ماخذ هذه الشغله الله منها. يخلي لك الله اياه. يسعدك. فعاطفي زياده عن اللزوم، يعني كنت على السريع اتاثر. حتى في العلاقات الاجتماعيه انا لليوم بجوز بخبي مثلا، بس لو دخل شخص حياتي وحسيت انه صار في اخذ وعطاء وهيك، على السريع بتتكون علاقه عاطفيه معاه. حتى لو هو ما انت صديق، انا بحكي يعني كصديق. فانا شخص عاطفي زياده عن اللزوم في الفتره هذيك. بهذيك الفتره يعني لما انا بلشت اغني، اول ما بلشت اغني للعالم، قديش كنت عاطفي، قديش كان كمية السلبية اللي حوالي مش طبيعية. بعديها صرت أشتغل. اشتغلت يعني لاني ما بعرف، انا ما عنديش مشكله كمان في الاشي هذا. انا اول شغل اشتغلته دهان موبيليا. طبعا قبل كنت لانه بدي على مستوى الشخصي انا اوفر مصروفي الشخصي، لانه كانت حياتنا شوي مش سهله. يعني كنت اشتغل في محلات، يعني محل احذيه، محل كذا، اروح اشتغل يعني اجير بالمحل. فيما بعد اشتغلت بدهان الموبيليا 4 سنين تقريبا، ما بعد التوجيهي 3 سنين 4 سنين. كنت اشتغل شهر اجاري بالشهر كاملا، يعني بعيدا عن مصروفي القليل اللي انا اصرفه، اللي يطلع لي اجار اجمعه عشان اروح اسجل فيه اغنيه. وكان ما حدش يرحم صراحه، ما انت بتعرف، انت مش معروف بدك تسجل اغنيه بده يضربك بالسعر وكذا. فاروح اسجل اغنيه. بدي اسجل اغنيه، فمجبور اني اجمع الفلوس. هي ما حد راح يعطيني فلوس. اول انتاجات انا عملتها من حسابي الشخصي وكانت تروح هباء منثورا، لسه ما حد بيعرف. فيعني هي كانت في البدايه جدا جدا صعب، يعني خصوصا من كلام الناس. انا مو تخطيت، بس كانت كلها كانت دروس الي. كلها قوة شخصيتي. اليوم انا قادر اتدارك، قادر ارد، قادر اسكت، قادر اللي لازم ارد فيه برد، اللي مش قادر لازم ارد بسكت. اموري طيبه الحين. هلا في شغله انا ممكن حدخلها. انا شفت لك بمقابله انت حكيت إن لما نزلت على ايفنت كان بسوريا. بالمقابله يعني بعيدا عن الكلام الجميل انت حكيت كلمه يعني. هلا انا قلت انه كشخص ناجح، الاغنيه اللي انضافت لمسلسل سوري، الأغنية قبل ما تنضاف عليها 11 مليون بفترة قليلة. يعني أنت واصل أرقام يعني فنانين كبار صعب توصلها بهاي الفترة. فإنك أنت تجي تحكي إنه حلو الواحد يحس بتقدير.
اسمع اكون معك صريح. انت جدا معروف على مستوى ايوه بدي اعطيك اكون معك صريح. البلد. انا برضو على اطلاع على كل شيء، مطلع على كل الامور، خصوصا الفنانين اللي بتطلع الايام هذه، او احنا الشباب اللي بيطلعوا بهذه الايام. وشفت كثير ناس بدون ذكر اسماء، اول ما تجي هاي الفرصه اول ردة فعل انا كنت اشوفها سلبيه قبل ما تجيني انا الفرصه. فانا كنت اقول لو اجتني الفرصه ما راح اتعامل بهي الطريقه اللي بيسووا فيها، انه اول ما تجي هاي الفرصه بصير هو الشخص اللي مشهور من زمان، هو الشخص اللي ما حد اضاف لي، انا ضفت لحالي، هو الشخص اللي صعب عليه يقول شكرا، هو الشخص اللي ثقيل عليه يكون عنده امتنان لحدا، هو الشخص اللي ما بيقدر يقول، مش قادر يطلعها انه انا فلان، خلص انا صرت فلان، انت امبارح صرت فلان. بغض النظر عن تعبك، ليش ما اقول شكرا؟ انا ليش ما احكيش شكرا بلا مؤاخذه؟ ليش ما امتنش؟ انا اغنيتي انا اول اعطيك على سبيل المثال، اول ما حطوا اغنيتي بمسلسل ولاد بديعه، اول ما انحطت الاغنيه تليفوني انفجار كامل، بس كومنتات على اليوتيوب على قناتي، اللي جاي من اولاد بديعه يثبت اسمه، اللي جاي انبسطت اولها، اتطور الكومنت صار يقول والله ما كنا نعرف الاغنيه، عرفنا عليها اولاد بديعه، بعدين اتطور صار الكومنت اقسى شوي في البدايه كويس، عن مش قادر اتقبل الامور. والله ما عرفناك الا من اولاد بديعه، صار هيك الكومنت. هسه انا في البدايه والطبيعي واي واحد راح يتضايق انه واحد يجي يقول لك والله ما عرفنا، بتحس حالك نكره وفي وكل اللي تعبته على الفاضي راح، كل اللي تعبته طب انا اللي غنيت وانا تعبت وانا جبت كلمات وانا صورت وانا قمت عشان اخر شيء تنسب نجاحي لكذا. لا لكن بس انا ما تعاملت بالموضوع هيك، انا جلست مع نفسي وقعدت وفهمت حالي، تعالى معي انت وين رايح، شو بده يصير بعدين؟ قلت لا، ليش لا؟ خلي اللي يعرفوني مولاد بديعه خليهم يعرفوني مولاد بديعه، انا كسبت ناس وانا حكيت. قلت انا كنت متضايق منه في البدايه، ولكن بعدين صرت احب الكومنت. طبعا لما يجي واحد يقول لك انا عرفتك مولاد بديعه، اوكي المهم عندي انك عرفتني بغض النظر من وين. انا كسبتك انت كشخص، لو واحد انت كشخص انت ثروه بالنسبه لي صرت، لدرجه انه خلتني هذه الفكره صنعتها مع نفسي، خلتني اتقبل انه عن جد المسلسل اضاف لي. وانا حكيت لهم قلت لهم انا لا، ليش انكر؟ انا شخص لا اتخبى ولا وراء اصبعي بالمره، وانا شخص واقعي جدا وايجابي. وفي البدايه قالوا لي طب ليش انت بيطلع لك حقوق من الاغنيه؟ وفعليا انا املك حقوق الاغنيه كوبي رايت. انا من الاشخاص اللي فكرت بهذا، انا بيطلع لي اقدم ولكن انا ليش اطلع من الزاويه؟ ليش ما اطلع على النص المليان من الكاس؟ ليش اطلع على الفاضي؟ بطلع على المليان. شو بده يضيف لي؟ اول شيء تم تقديري على المستوى الشخصي من ناحيه الناس عرفوني، تم تقديري انا، اعطوني اتنشن، اعطوني برزوني للعالم يعني، وانا ما قصروا معي سواء المسلسل سواء جمهور المسلسل، كانوا يهتموا فيه اول باول، لقاءات صحفيه كل شيء يحكوا، هذا الشيء اهم، هذا الشيء. طب نحكي من زاويه ثانيه، لو بدنا لازم لك ليش ما اخذ منه مصاري؟ تمام بدي احكي هاي لاول مره، طيب لو بدي على فرضا انا اروح للمسلسل اروح للست رشا طبعا انا بدي ادفع لك بس اغنيتي في المسلسل كسبونسرت مثلا. مش هاي فكره من فكره الترويج بالحياه. هي هول النقطه. اليوم الكومنت السلبي اللي عم يجي، يشوف في كومنت سلبي وفي كومنت عادي. الكومنت العادي مثل عم يقول لك انا عرفتك من وراء المسلسل، اوكي. الكومنت السلبي، طيب انت الكومنت السلبي، انا اغنيتي شو اخذها على المسلسل ومش ناجحه؟ بالضبط، هاي نقطه. اول شيء احكي انه لا، ما لولا الاغنيه ناجحه كان ما اخذوهاش ولاد بديعه، لا. خلص الاغنيه دخلوها بالسنين ونجحت، اللي عرفني انا غير مجبر اني ابرر له. انا وياه بلشنا من هاي النقطه، فنكمل مع بعض. ليش اقول له انت انا من زمان مشهور؟ الاغنيه كان عليها قبل ولاد بديعه، قبل الحلقه اللي انبثت كان عليها 11 مليون. 11 مليون بالنسبه عشان اعطيك اياها، هي زياده الخير خيرين. 11 مليون على قناتي الشخصيه على اغاني كان بالنسبه لي رقم طبيعي. اعطيك معلومه، لانه انا عندي اغاني 130 مليون واصله، بس الناس ما كانت تعرفني على المستوى الشخصي. انا كسبت من المسلسل شريحه ثانيه تماما، بدي اقول لهم تحيه، واغلبها من الجمهور السوري اللي انا اليوم هم سند بالنسبه لي. والله يعني اقول لك انا بدخل على الكومنتات، انت بتعرف انت كفنان بصير عندك ناس محبين لك بزياده بسموهم جيش وكذا. انا بدخل على الكومنتات والله شفت تعليق قديش بسطني قديش ضايقني. واحد من بلدنا كاتب كالتالي، والله ما بنساه، كاتب هذا من عندنا من الضفه، هيك كاتب وانا لا استحي اني احكي الموقف. كاتب هيك معلق، هم حكيين عني بإشي كبير، فمعلق
طب هذا من عنا بنظف وما حدش بيعبره ولا حد بيحبه عنا في البلد، هيك معلق. لقيت 70 ل 80 رد عليه، اللي مش رد عليه بالمنيح رد عليه بالعاطل. يعني احكي لك سوريين ال80 تعليق ما خللوش ولا بقوله، بغض النظر انا تضايقت انه ليش علق هيك. ولو بدي انبسط بدي اطلع قديش في ناس قاعدين بتطلعوا لك بزاويه ايجابيه. انا الناس اذا الناس حبتني، اسمع انا ولا مره بتصنع، لا عمري كنت متصنع، لا عمري كنت متصنع ولا بتصنع. انا زي ما بحكي معك الحين بطبيعتي، حكيت بطبيعتي اللي خلوهم يحبوني قديش انا طبيعي وشفاف. وانا حكيت لهم ما لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا شكرت الناس على المحبه، شكرت المسلسل على هاي الاضافه، شكرت اي حدا. انا اللي انا فيه هذا شيء من رب العالمين وجهود من الناس. الناس قاعده حتى الناس عم محبه الناس لازم تشكرها. طيب بعيدا عن هذا الموضوع، اوكي غير الموجي. اليوم معا مبسوط؟ والله ولا لانه الحمد لله هاي انا اللي انا فيها، عشان تبقى عارف انت والناس اللي عرفتني جديد، معا مش صدفي ومعا مش اغنيه. اللي شاف معا بس من مسلسل ولاد بديعه بيقدر يفوت على التشانل تبع معا وشوف قديش في عنده اغاني ومحتوى عليه مشاهدات وقديش تعب بحياته. فالمعا مش حالي، معا عنده اغاني ومعا عنده محتوى ومعا راح يورجيكوا شو معا لقدام ان شاء الله بالمستقبل، لانه معا عنده طاقه يقدمها. ونتجت بحكي لك شغله، لو اي واحد محلي بجوز ما عمل كل هاي الطاقه اللي بعد كان خلص اغنيه لمغني مسلسل طلعت والسلام عليكم. بس كل اللي صار بعدين صار من جهودي انا. فمعا مش حالي، معا محتوى وموجود وشخص ثابت. فهمت علي؟ انا معك قلبا وقالبا. انا شفت اخر اغنيه نخاوي زلم، طبقه جدا يعني ليفل عالي. الحمد لله. على برأيي الشخصي أو برأي أي مستمع، الأغنية ممكن داخلة فيها شركات إنتاج عالمية. والله بتقدر تقول داخل فيها شركات خرافيه لدرجه انه صورناها انا واصحابي بالحاره، فما حدش يتدخل فيها ولا شيء. نفس فاحت ريحه البارود، فاحت ريحه البارود. انت تطلع على مربع الكاميرا، طلع على مربع الكاميرا. الاغنيه بدبي مصوره، بدبي لابسين لبس متقن، في ورانا بيت شعر صحيح كامل متكامل، معي فرس اصيل، معي كل شيء، بدبي مصوره. الكاميرا بروفيشنال، كل شيء بروفيشنال. هذول اصحابي احنا وياهم نسهر بنفس القهوه. انا لما اكون في البلد احنا مع بعض، موجودين مع بعض، موجودين. وهم اساسا ما بيمثلوا، يعني هم عندهم مش خلفيه عن موضوع التمثيل. انه يلا صورنا مع بعض قبل اغنيه في كاس العالم، لكاس العالم غنيت للمنتخبات العربيه، صوروا معي. رجعنا اقترحوا علي همي انه شو رايك نصورها هيك. فرحنا. انا كان عندي بس انه قدرت اغطي العيوب. يعني انا مثلا جبت شخص هو بدوي عشان يلبسنا العقال والحطه بشكل صحيح، عشان لما حد يشوف من برا ما يشوف اخطاء. لدرجه ان انا انتبهت انه هو بيحكي لي لما تكون على الفرس لازم في لبس للحطه شكل، بالمجلس شكل. فانا انبسطت انه انا ركزت على الخطوه هاي. الفيديو كليب فاحت ريحه البارود صورناه باب بيت صديق إلي، باب بيت صديق إلي، صورناه وحملنا. كانت يوم وقفه عيد الاضحى اللي عدى، صورناه ورحنا منتجناها انا والفخوري وامورنا طيبه كل شيء تمام. ولمينا الشباب والفرس شحتها من صاحب الي ورجعت له اياها ورجع اخذها يعني، والامور طيبه. في الاغنيه الجديده طورنا الفكره كانت اكبر. انه انا اول مره بسوي اغنيه تمثيل ما غنيت فيها. مثلنا سيناريو معين، صحيح ما كان معنا وقت، بس مثلنا سيناريو وقدرت اني امثل هذا السيناريو، لان كنت عارف ان انا عندي طاقه امثل. فما غنيت ومثلنا. بجوز من زاويه معينه حدا يشوف في اخطاء معينه قابله، ولكن احنا انتقلنا للليفل الاعلى فعليا. ونفس الشباب اللي مثلوا معي ومثلته في يطا برضه. لا أنا شفت الفيديو كليب يعني. ايش احترافي، بتحس بهوليود. أنا لو مخرج أو بحكي للمخرجين، أنت بتنفع لبطولة مسلسل. هلا أنت بعد الإيفنت وبعد ما قابلت المخرج الفنان رشا جربتجي وكادر العمل،
هل في جزء ثاني او هل معا موجود بالمسلسل او بمسلسل ثاني؟ هسا لا، شوف، هو الكل انا هذا الحالة صارت لما انا بمقابلة حكيت انه لو انطلب مني اجي اغني الاغنية بالحلقة الاخيرة، ما راح اقول لا، وراح اروح على سوريا وانا مغمض يعني. هي كانت مزحه، وفعليا اللي صار كله بسبب هاي الكلمه. رشا لما شفت هاي ست رشا لما شفت هاي المقابله، هي عملوا لي دعوه فيما بعد، بس مش عشان امثل، لانه كان خالص التمثيل شيء طبيعي يعني، كان خالص التصوير يعني. انا لما رحت كتقديرا وغنيت لايف بالحفل، تمام. بس صراحه انا ما كنت حاط ببالي هذا الاشي، وما كنت افكر انه انا، بس انا شخص قادر اني امثل. فبجوز اول مره بحكي انا قبل لقائك هذا، آه، اجاني تليفون او حكيت مكالمه او حكيت مع حد محادثي، انعرض علي بجوز اكثر من اني اشارك باكثر من 7 8 حلقات بمسلسل جزء ثالث، والمسلسل مشهور جدا، سوري مشهور جدا، مش اولاد بديع. اولاد بديع حسب ما سمعت انه ما في منه جزء ثاني، ما في منه اني امثل فيه. لنفس المخرجة عشان اتوقع لا لا نعمل لا لا كونان لا نبلش لا ندور. لا هم جماعه شافوا اللي صار كله، فانعرض علي وفي قاعده بدنا نقعدها ان شاء الله راح تشوف ان شاء الله. انا ليش لا، انا عندي طاقه صراحه وقادر، وراح اغني في احتمال يغني التتر تبع المسلسل. ف فيمكن امثل، ما بعرف شو الدور اللي انا راح اخذه او شو راح يكون لي الدور، فانا ما راح اقول لا. وانا شخص ان شاء الله باذن الله باذن الله يعني هذا الاشي، انا وين ما ترميني باجي واقف الحمد لله. يا جماعة بتفوتوا بتشوفوا كل المسلسلات السورية الجزء لا الثالث. لا، مين بده جزء ثالث؟ لا هو جماعة بدنا كثير نعرف. كثير المسلسل مشهور كثير، مش شوي. فأنا حتى أنا الحمد لله الواحد بقدر الوضع اللي هو فيه، بس أنا لما سمعت عن باسم المسلسل أنا انصدمت يعني. إن شاء الله إن الأمور تمشي بخير وتتم هاي الأمور. وقضوا حوائجكم بالكتمان. ما حكيت، ما هي فضحنا بس من أولها، بس دائما راح أحكي لكم شو التفاصيل. وصلني تسريب او شكوى شكوى مشكلة، هذه شكوى إذا تسريب من صديقك انه انت في عندك مشكلة بالسفر، يعني قبل الاغراض قبل التليفون بدك شوز الفوتبول. موجود معي معلم. انا اليوم بعد الحلقه في عندي ماتش مع الشباب هون بدبي، ما اقدرش. انا عندي في الشنطه تبعتي بتفتحها في اوعيه المهمه تبعت مثلا اذا عندي انترفيوز، او اذا عندي بدي اطلع اي مكان، عندي اواعي الرسميه، عندي اواعي اللي بكون فيها دائما. وضروري البوت والبوت الرياضه، بوت العشب والاواعي الرياضه وتيشيرت ميسي ضروري، لا لازم، مش مجال. ليش بتحب ميسي؟ هذا سؤال. سؤال. حلو ليش بحب ميسي؟ ليش؟ شوف، ليش بتحب ميسي وليش الجواب يعني حيكون انك بتحب ميسي؟ شوف انا بحب ميسي لانه اول شخص لفت انتباهي في كرة القدم بجوز بال 2006 هو كان ميسي، رغم انه كان صغير يعني، كان مش بسهولة في هذيك الفترة، كان في لاعبين ثانيين رونالدينيو وهذول اللاعبين بارزين اكثر. انا اول ما شفت ميسي، شاهدت ميسي كان عمي بس واحد بشجع برشلونة، وباقي العيله عندنا بشجع ريال مدريد، وكان ريال مدريد اقوى في تلك الفترة يعني. فانا كنت بديهي انه كولد صغير على طول يشجع ريال مدريد. شفت ميسي بشكل مش طبيعي، حبيته خلص، حبيت اللعب تبعه شوي شوي. انا ما ضيعت في حياتي اي شيء لميسي، شاهدت ميسي يعني، كنت احب ميسي بشكل مش طبيعي بالفوتبول، حتى تحول هذا الحب صراحة. ميسي مش، خلينا نقول، قدوة إلي بالحياة العملية على مستوى اجتهاده. لأنه ميسي اجتهد بحياته، وهذا الإشي ميسي كان طلع من بيئة فقيرة جدا، وانا ميسي كان لي داعم على مستوى بيني وبين نفسي، حتى على مستوى اقول لك، حتى على مستوى انه انا شخص بشوت يمين وباكل باليمين وبستعمل يمين. انا شخص ما بستعمل شمال ولا بشوت بشمال. انا اليوم بشوت بشمال، بشوت صح بشمال، من كثر تاثيري في ميسي. ما بقول لك ان انا لعيب مثلا، بس تخيل مدى التاثير. انا مثلا بالنسبه لي ميسي لاعب لا يقارن، بس رونالدو يعني، رونالدو لاعب اسطوري، كريستيانو رونالدو لاعب اسطوري. في نفس الوقت انا بحكي لك يعني، حتى على مستوى لما كنت بالمدرسه انا وبدي اروح على عندي دراسه او عندي إشي، وبعرف انه في الليل مباراه لميسي، كنت احس انه في مكافاه لي، انه انا بدي اتعب هسه بالنهار ادرس عشان بالليل بدي اشوف ميسي يعني، انبسط. انا رحت على كاس العالم، انا في موقف عشان نختم موضوع ميسي، في موقف صار معي، انا مبسوط. في موقف صار معي بالحياه. بتذكر بال 2015 2014 2015
فريق برشلونة اجى عنا على فلسطين وعلى الداخل المحتل، على القدس وعلى فلسطين كداعم للسلام. اوكي. اجى على القدس، راح للجانب الاخر خلينا نقول، لانه هو يعتبروا دولتين مع انه هذيك مش دولة اساسا. فراح خلص، فبده يجي عنا برشلونة. اجوا على مدينة دورة، مدينة دورة اللي جنب مدينة يطا. الملعب يبعد عن بيتي مشي نص ساعة، يعني بالسيارة 10 دقائق. أنا ما قدرتش وقتها لظروف منها مادية ومنها إني أروح أشوف ميسي، وميسي بعيد عن بيتي. لحظة 10 دقائق بالسيارة. أنا حلم حياتي كان إني أشوف ميسي، حلم حياتي. ما قدرت لأكثر من ظرف ومنه المادي إني أروح أشوف ميسي. انقهرت، ما قدرتش أروح وميسي جاي عندي على البلد. تبي تخيل حد وين ظل هذا الحافز موجود؟ لحد حاولت اروح اسبانيا بعدها صعوبات، لحد ما انا امور الماديه تحسنت. انا طلعت احضر كاس العالم، انا شاهدت افضل وقت لميسي بحياته، افضل نهائي، افضل نسخه اللي هي كاس العالم، هاي افضل لحظه في حياه ميسي شاهدتها بالملعب. ورحت متاخر. تعرف شو يعني رحت متاخر؟ يعني السفر كان زيادي مبالغ، السكن سوق سودا مبالغ زيادة، التذاكر أخذتها بالطاقة 10، دفعت على التذاكر مبالغ. رحلتي لكأس العالم أكثر شيء كلفني في حياتي. كنت مبسوط، كان حافزي إن أنا اليوم مع اللي نجح وصار معاه مصاري منيح وصار معاه وضعه المادي منيح، وراح شاف ميسي بمجهوده بدل اليوم اللي راح علي ما خليته يروح. مع علاقتك مع الفلوس. علاقتي مع الفلوس زي علاقة أي بني آدم، الفلوس شيء مهم بالحياة، ما بقدر لا أنا أنكر ولا أنت تنكر. بس أنا شخص مش ميت على المصاري، شخص شيء مهم المصاري بحياته. وزي ما الحياة بدنا نعيش المصاري بدنا نعيش، يعني نشتغل عشان المصاري، بعيدا عن إنه حلمك تصير مشهور وكذا. المصاري بده يعيلك ويعيل عيلتك ويعيل الناس اللي بيشتغلوا معاك. ولكن علاقتي مع الفلوس مش أنا مش الشخص اللي لا إذا ما فيش مصاري ما بغنيش، لا. هاي نقطة مهمة. فأنا هي الفلوس شيء طبيعي وفي الحياة وأساسي، ولكن أنا مش الشخص اللي إذا ما فيش فلوس بتوقف حياتي، لا. حكيت لي أنت عاطفي أو كنت عاطفي. لا هو أنا لليوم عاطفي، بس ردة فعلي لما مواضيع العاطفية صارت أقل. يعني اليوم عادي أبين لك في بعض أمور إن أنا لئيم شوي، أو بتبين إن أنا لئيم، بس أنا مش لئيم. متى آخر مرة بكيت؟ متى آخر مرة بكيت؟ آه لما كنت بسوريا قبل رمضان، برمضان هذا. واو، مش هلا يكون بكاء فرح مش بكاء شيء؟ بكاء فرح أكيد، بس بكيت. أنا كنت بغرفتي بالأوتيل، ولما أنا كنت بدي أنزل دوري إني أنزل عشان كانوا مرتبين لي مواعيدي 10 بلش الحفل، 11 لازم أنا أنزل من غرفتي، عندي لقاء مع الصحافة مع كل الوكالات الموجودين معي نص ساعة، بعدين بدي أدخل على الحفل كان 90% عشاني كمان، يعني كانوا يقدموني. انت متخيل كمية الناس المشهورة اللي كانت بالحفل؟ انا كطفل او لما كنت طفل هذول الناس كنت اشوفهم خيال بالنسبة لي. انا بتذكر موقف اول ما دخلت بعد ما خلصت من الصحافة، طبعا انا بكيت قبل ما انزل انا بكيت. انا اول ما دخلت على كل العالم وقفت. انا من الاحراج حطيت راسي بالارض، انا منزل، انا حاطط راسي بالارض لسه عشان اكمل. اول ما حاولت اني اعطي لحالي فرصه ارفع راسي، رفعت راسي على السريع على الطاوله اللي جنبي، شفت عباس النوري على السريع، رجعت. انت متخيل شو عباس النوري بالنسبه لي افضل شخص شفته بيمثل في حياتي. ابو عصام، انا بموت في شيء اسمه عباس النوري. وتخيل اول ما ارفع راسي اشوف عباس النوري، رجعت حطيت راسي بالارض وكملت. بسم الله الرحمن الرحيم. انا وين؟ تخيل انا لما طلعت اغني خلص، انا الحمد لله الله معطيني شخصيه منيحه على المسرح، شو ما كان اللي قدامي يعني. فبطلع ناس. انا رحت لما خلوني اسلم على ابطال المسلسل، رحت سلمت على امارات رزق، كانت بديعه هي من المسلسل. مين كان جنب امارات رزق؟ حسام جنيد واحد من الناس اللي كنت فنيا بالنسبه لي توب. انا من زمان وانا حسام جنيد شافني شخص ترند جاي. انا اول سلمت حسام جنيد وبوسته وقلت له انا شخص بموت عليك. غلط تكون حقيقي احيانا. غلط احيانا، بس انا ما بقدر صراحه. والله حاولت
حاولت بس على الفاضي. بس الحمد لله رب العالمين، ربنا اعطاني على قد على قد النية هاي ربنا اعطاني، والحمد لله بشكر ربنا على شغله مهمة جدا، انه الناس المحيطين فيي سواء في العمل سواء في الصداقة سواء من اطيب وانقى الناس الحمد لله. يعني طول فترتي بالشغل حتى قبل ما انا اصير بهاي الشهرة، التيم اللي بيشتغل معي من معا لما طلع بال 2018 2019 لليوم هو نفسه، بوجه لهم تحية جميعهم، من اكثر اللي بيخافوا على مصلحتي وبيحبوني. صحيح حياتي كان فيها شوية شوائب ولكن قدرت اتخلص منها. في ناس بيجوا في حياتي غير مناسبين وخلص يعني. في نقطة بحس عم تتهاجم عليها انت، بس هجوم حبي. هجوم ايجابي قصدك؟ ايوه هجوم ايجابي. ايه هجوم حبي، هجوم ايجابي. حبي يعني محبة يا جماعة يعني. محبة يعني. نمسح عشان ترجم بس. بتفهم شيء ثاني؟ لا يمكن حبي والله محبة يعني. اوكي لا هو محبة يعني بجوز في ناس يفهمك، في ناس بقول لك شو يعني حبي، فمحبي يعني بس بترجم للناس. اوكي ايجابي تمام. قبل رمضان تمام. اوكي انت كان في قدرت افهم السؤال، بس انت يسالوا عشان الناس يفهموا. كان في عندك اغنية ضاربة، بعد رمضان انضربت اكتر، قبل 5 ايام انت منزل اغنية جديدة. الاغنية حاليا ترند. اوكي انا ما بنزل باغلب الوطن العربي. الهجوم اللي عم يجي انت ما عم تتفاعل. ايوه الهجوم اللي بيجي علي انه ليش يا معن مش قاعد بتتفاعل، وينك يا معن وينك انت أوكي. عندك اغاني ترند، يعني لازم يكون في ردة فعل، في شير، في كومنت، في هسا احنا هيك بننقسم نصين تمام عشان اقدر اوصل. هي يا عمي اعتبروها كمان سؤالك. بدي اوجه رسالة للاغلب اللي بيعرفوني. انا كثير، انت اليوم انت في مكان عادي جدا تفهم غلط، عادي جدا تمام. احنا انقسمنا نصين، في ناس بتقول لك ليش ما بتنزل، وفي ناس قاعد بتقول لك ليش بتنزل. هسا انا شخص بالفلسطيني، انا انتمي لهذا الشعب وبكل شرف. انا شخص ابن دولة فلسطين، ابن مدينة ومحافظة الخليل، ابن مدينة يطا، شخص انتمي لهذا المجتمع، وظروف المجتمع الواقع عليه وقع علي، وشخص انا من هذا المجتمع تمام. ضربت الاغنية ترند ما قبل ولاد بديعة، ما قبل حرب 7 اكتوبر ضربت الاغنية ترند، وكنت انا باوج الشهرة اللي انا قادر استغل. انا اليوم انت كشخص عنده بودكاست، شو هدفك بالحياة؟ هدفك بالحياة البودكاست يصير مشهور، حلو، يصير ترند. لما توصل اللقمة للثم، انا ليش عملت الاغنية؟ بعيدا ان انا حبيتها، مش انا عشان اكون ترند. لما وصلت النقطة للثم او اللقمة للثم، لما وصلت انا بهاي اللحظة صارت حرب. توقفت تماما، لانه ما بنفع انا كواحد من ابناء الشعب الفلسطيني، وفعليا يا جماعه هذا اللي صار، ما بنفع اني انزل. بلشت انزل عن غزه وعن الظروف اللي بتصير. في هذه اللحظه انا بايدي نيمت الترند. كيف بقول له؟ هاي انت بايدك جبت لحالك. بالفتره هذيك كان الاغنيه كانت عليها 500,000، بفتره صار عليها 3 مليون. انا نيمت الترند لانه انا ما قدرت ما بنشر من مره. بالفتره هذيك لو انا نشرت زادوا الفولورز عندي، زاد. كنا بنعرف الاشي هذا يا جماعة. ضليت ما انزل عن الموضوع ولا اي، حتى حالي وحدي ما نزلت. وقسما بالله اجى رمضان وكان صاير لنا فترة طويلة انه احنا صار لي 5 شهور وانا متضامن مع الوضع، وانا شخص ما قصرت بالمرة كشخص يعني من السوشيال ميديا، ما قصرت بالمرة. اجى رمضان صارت الحالة تبعت المسلسل، كل العالم بيحكي عنك، كل العالم قاعد بيحكي عنك. أنا البديهي كشخص، البديهي لو أي واحد محلي كان راح يترك كل الدنيا ويقول وين أنا يا عمي، راح يقول وين أنا. هذا الإشي أنا ما سويته، أنا اللي نشرته. في الفترة هذيك في ناس صاروا يقولوا أنا نشرت المقابلات، صارت معي، رحت على سوريا، قدرت اللقاء، وفي كل لقاء كنت أحكي فلسطين وأنا جاي من فلسطين. وأنا ناس رغم هيك يقول لك رحت غنيت ليش كذا. فانا ليش تفاعلت مع الموضوع. حتى في ناس كنت اشوف من كومنتات حقد، وقسما بالله حقد. فانا كنت اقول يا عمي انا حتى اللي نزلته رتوش بالنسبه للموضوع، ولا إشي بالنسبه لاي حدا ثاني يعمله. رغم هيك بيجي شخص زيك وناس ثانيين بقول لك معن انت ليش ما نزلت عن الترند اللي قاعد كل العالم بيحكي عنه.
فانت لا قدرت تملص من هذول الناس اللي قاعدين بقول ولا قدرت تملص. فرجاء يا جماعه انا بتمنى انه الناس تقدر الوضع اللي انا فيه. انا شخص ما قصرت ولا بقصر، والله العروض اللي اجتني استغنيت عن 90% من عروض خرافيه كان بامكان معن رباع على الاسم اللي له بالوطن العربي، كان بامكانه يستغلها بشكل خرافي، حفلات عامه، مشاركات وغيره وغيراته، استغنيت عنها. وانا اللي اليوم انا قاعد بطلع لكم بس على شغلات خفيفه، اني بس اتشكر الناس اللي اهتمت فيي، بس الناس اللي اعطتني تقدير بسوريا بس اتشكرها. هذه عيب كمان؟ هذه صرت انه انا والله في نفس الوقت بيجي ناس بقول لك ليش ما بتنشر. انا بحاول، انا اليوم صراحه بعمل اللي بشوفه مناسب، وبحاول ان انا ما لا اقصر مع هذول ولا اقصر مع هذول صراحه يعني. نحن بدنا اياك تنشر لانه حرفيا حابين نشوف معا شو قاعد بس بنحبك بعرف والله، وبحاول، لا انا بحاول والله يهون، الله يهون على جماعتنا ويهون على شعبنا ويهون عليهم، وان شاء الله يا رب قريبا تنحل كل هاي الامور ان ان شاء شاء الله. الله. الله ينصرهم يا رب. علاقتك مع ابوك وامك جيدة؟ الحمد لله جيدة جدا، ممتازة بالعكس يعني. انا اهلي حاليا داعمين بصف اول الي معنويا طبعا، داعمين الي وقديش بسافر وبروح. حتى في فلسطين انا ساكن في بلد غير بلدي، يعني انا ساكن في رام الله، في الرام، بسبب شغلي، ولكن لا غنى يعني، ما بقدر. البني ادم بضل بني ادم، لا هو نبي ولا هو الشخص شو ما كان فيك صفات راح يطلع منك اشي ثاني، راح يطلع. انا ما بفضل اذا انت شخص الكل بيعرف عنك سيء، هذا ما معناه انك انت شخص سيء. بجوز فيك امور سيئه هم يشوفوها من زاويتهم سيئه، يمكن انا اقدر اطلع فيك منك شخص جيد، يمكن اقدر اتعامل معك بطريقه اخلي اخذ منك الصفات الجيده واقدر يصير بيني وبينك كيمياء. تمام. فانا ما بدي انفر منك من البدايه، ما بدي اشوف انك انت شخص سيء من البدايه. خليك تكون سيء من غير ما اعرف، وانا ادخل فيك، يمكن انت تحبني وتخليني انا. هو انا بحب. ايوه انا بحكي لهذا الشخص اللي بدي، يمكن انا هذا الشخص يقدر يتقبلني، اني اقدر افوت فيه واطلع الشغل الكويس اللي فيه، حتى على مستوى شخص يمكن صاحبي ما يتقبلوش هذا الشخص، بس انا قادر اني اتعامل معه. ومرق بحياتي ناس بحياتي جدا سيئين في المعامله، بس انا قدرت اتعامل معهم، وكانوا يحبوا يتعاملوا معي لاني قدرت احتويهم. اصحابي اللي معاي لما كانوا يتعاملوا مع هذول الاشخاص يقولوا لي الله يعينك كيف تتعامل معهم، الله يعينك. بس انا قادر، هم كانوا يحبوا ان اتعامل معهم لاني قدرت احتويهم. يكون اسمع كل تصرفاتهم سيئه، بس انا ما ازعل. مثلا يصير تصرف بيزعل ما ازعل منه، فهو يراجع يقول معا طب انا زعلته بس ليش ما زعل. معا تفكيرك جدا راقي على الاخر معلم، انا معلم زي هاي الابيض فيش مجال والله. وهذا حقيقه قاعد بسبب اللي صار معي اليوم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حاب تحكي شيء زياده لانه صرنا ساعه ونص؟ معلم لا خلص. ولا لازم نطلع مره ثانيه وثالثه ورابعه ان شاء الله سيدي. كثير في شغلات حاب احكي لك اياها ان شاء الله يا حبيبي. بس بدك تسال سؤال اخير انت، ما عندي مشكله يعني. مبسوط بالاستوديو؟ اكثر من هيك الشباب ما قصروا كمان مرتبين وانت ما قصرت. انا كثير بدلت استوديوهات، بس او دائما بشوف على الانستغرام فوت بتواصل مع هني وبياخذ وقت لحتى زبطوا احسن. اكيد الموضوع بيخلب يعني. فشفت دعايه لاستوديو MBL برو، يعني انا رديت على الستوري، عم بحكي له تفاصيل، عم بحكي لي بدك، قلت له ايه امتى تعا حجزنا. لا الشباب سهلين كثير سريع، سهلين وسلسين والإشي مرتب ساعة ونص والله ما كل حكيت شيء فيها. يعني. لا حتى من استقبالهم إلنا وكل أمورنا بدي لهم تحية صراحة. وشوف أنت كشخص، أنت بجوز أنت كمذيع أو شخص إعلامي الأمور عندك عادية، بس أنا كضيف يمكن هي بدك الراحة النفسية اللي حدا، بدك الجو اللي حدا يحطك فيه قبل ما تفوت على الانترفيو، بدك يحطك في ريحك نفسيا، وهذا الإشي موجود صراحة، وأنا بوجه لهم تحية صراحة.